سؤالك ايه عشان سؤالي الان. تفضل. بلغنا وأن التثبت، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وتثبتوا، هذه بقى قراءة حلوة، فتبينوا فتثبتوا، ما اختلف رسم عثمان، تبين نفس المعنى. أن زوجة المهدي تتمتع، صحيح هذا ولا غير صحيح؟ أنا أرجوك أستاذ عدنان، هذا الكلام لا يصح. هذا الكلام أستاذ عدنان لا يصح، هذا الكلام حسبي. لا أقبل بهذه الإهانات. لا حول ولا قوة. لا أقبل. أنت رجل دين، أنت رجل دين والناس تسمع. هذه صفات لا أقبل أن تطلع. أستاذ محمد، هذا الكلام لا أقبل به. أنت في مناظرة علمية. أنا لا أقبل به. أنا لا أقبل به هذا الكلام. شيخ صادق. يحترم مقدمات. أنا جالس هنا في مناظرة علمية، والرجل رجل دين يستهزئ. لا أقبل بهذا الكلام يا شيخ صادق. أنا لا أقبل بهكذا كلام. يا شيخ عدنان من فضلك. شيخ صادق. يعني الإنسان يعني خلقه هو المقدم على طرح العلمي، على تفهمي. والله لن تتحدث. شيخ صادق، أنت في مناظرة علمية أليس كذلك؟ مناظرة علمية بس فيها أدب. لا يخل بالأدب. لا يخل بالأدب. أنت غلطان يا شيخ صادق. لا يخل بالأدب. عارف ليه؟ لا يخل بالأدب. عارف ليه؟ لأنك أنت على مدار الحلقات الماضية لا أنت ولا سليم هذا أتيتم بدليل ناصع على نهجك المزعوم. اسمع بس يا شيخنا طيل الحلقات الماضية ما تكلمت والله ما تكلمت ولا ممس. شيخ علي الهاشمي مجتهد فقيه قال عنه دجال. تمام. اسمع بس الكلام. اسمع استاذ محمد، انت الان حاولنا معك ان تبرع عائشه التي برأها الله بالقران عندما عليه من الله دليل. الانبياء اتهموا بالدجل واتهموا بالانبياء. هذه ايها المسلمون، والله ما فعلت ذلك الا عمدا وما اسأت الادب. سألته سؤال، فالتمتع عندهم سنة شرعية، فسألته هل هذا في تمتع؟ الشيخ عدنان أرجوك رجاء. أنا ما قاطعت. هذا الكلام ليس مدار البحث، وأنت تقول أنا أبو مدار البحث. أنا لا أقبل. أنت تقاطعني عندما تخرج، وأنا من حقي أن أقاطعك عندما تخرج من هذا المسألة. تفضل يا شيخ. تفضل. أنا لا أقبل هذا الكلام. عايز يهديك. عايز يهديك كل سبب العلم. اسمع العلة بس. نسمع العلة. تفضل. أيها المسلمون، أرأيتم حميته لزوجة المهدي؟ أقل ما أقول ربما يكون مسلم بس مجنون. أرأيتم وأنا ماذا قلت؟ ما اتهمتها بالزنا. أنا قلت له هل فريضة لا تقاطع. ما اسمح. أنا ما أسمح. يعني تسمح بسبب يخرج عن نقطة البحث. أنا خارج عن نقطة البحث. لا خارج عن نقطة البحث. عندك من أدوات. لا خارج عن نقطة أستاذ محمد. هذا الكلام هذا تهرب. الكرام هذا هروب من المناظرة. هذا تهرب من المناظرة. هذا هروب. المحور المناظرة محور علمي. هذا هروب من المناظرة. اسمعوا يا أخوان. اسمع التعليل يا شيخ صادق. اسمع التعليل. تفضل. أنا طرحت سؤال استبياني، لم أتهم معاذ الله، والله لو أخر من السماء ما أتهم. أما مجرد السؤال عن زوجة النبي ثار، يا ليته ثار. ليس لنا علاقة بهؤلاء الذين نحن قلنا كلمة. يا ليته ثار، لكن جلس هكذا لما سمع ذاك الوقت الحقير الخبيث ياسر وهو يتهم عائشة، فجلس هكذا. والله يا عمر لا يكون لي بينك وبينك شأن، لأنكم ما تحضروا المقاطع. جلس هكذا وقال إمامنا المهدي. دقيقتين. إمامنا المهدي منع. لاحظوا، إمامنا المهدي منع الكلام عن عائشة، لكن لما تكلمنا عن زوجة إمامه صار، وأنا ما قلت يأتي بأمر شرعي، صار وغضب وجمجر. أما على أم المؤمنين فما رأينا زوجة قلنا فيها الذي أدعى أمير المؤمنين وانتهت المسألة. وقعت في فخ يا سيد صادق. وقعت في فخ. أي فخ وقعت في أستاذ محمد؟ أي فخ نصب لك الشيخ فخا وقد وقعت فيه. لا والله. أي فخ. نحن منهجنا واضح وصريح، وقلنا في الحلقات السابقة على أن
الذي جرى لعائشة ونحن معتقدين به، الذي فعله أمير المؤمنين عندما خرجت لقتاله أرجعها باحترام إلى دارها، وهذه وصية النبي محمد صلى الله عليه وآله حفاظا على كرامة النبي، لأنها قد خالفت حق الله سبحانه وتعالى، خالفت الله. الله أمرها وقرن في بيوتكن، هي خرجت تقاتل أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين ماذا فعل؟ لتقاتل أمير المؤمنين. نعم قاتلت أمير 20,000 20,000 يبقى مصر على تكفيرها برضه بسبب خروج على أمير المؤمنين سلام الله عليه. هل عائشة مؤمنة في خارج من إيمان؟ هذا ليس هو كنا نبحث عن أصحاب النبي والتكفير. هذا أنا ليس أحكم. أيها المسلمون، أنا لست أحكمنا والله أنا قاضيا حتى على هذا مؤمن وهذا كافر. لو سمحت، لم نخرج عن نقطة البحث. ليس السؤال الآن، عائشة هل هي مؤمنة في الجنة أم كافرة؟ تفضل. أنا من التكفيري ما بيدي مفاتيح الجنة حتى شفتوا؟ نسيتها بالبيت مفاتيح الجنة. حي الله. قبائل شمال سوريا حياها الله التي تراجعت عن التشيع عندما علمت حقيقة التشيع، استدرجوهم أول الأمر بكيس الرز وكيس السكر وبحب أهل البيت، فلما تبين زيت زيت في الكرتون. أيوة فلما تبين لهم طعنهم بأم المؤمنين لم نطعن منهجنا لم نطعن. هذا كلام باطل. أما أن هنالك أحاديث وصلت. أنا منهجي، أنت تخاطبني منهجي أنا شيخ عدنان، أنا منهجي أنا منهجي، أنا مؤمن بالإمام أحمد الحسن الذي